السلام عليكم الاصدقاء، هذا فلوق جديد، نهار جديد. مرحبا بكم معنا في محطة ديال البوراق ديال طنجة. اليوم غادي نسافروا من طنجة لكازابلانكا. بقاو معنا ما تزابيوش. اليوم الاصدقاء ديالي كنتواجدوا في محطة القطار البوراق السريع، اسرع قطار في افريقيا. غادي نسافروا ان شاء الله من طنجة لكازابلانكا. غادي تكتشفوا الاجواء معنا، بقاو معنا ما تزابيوش. وقبل ما نركبوا على متن البوراق قمت بزيارة المحطة ليلا باش نعرفكم عليها وعلى جمال هذه البناية ليلا، حيث كتعتبر هذه المحطة من بين أجمل محطات القطارات في العالم. المحطة كاينة في قلب مدينة طنجة، وتحتوي كذلك على العديد من أماكن التسوق والمطاعم والوجبات الخفيفة المشهورة في الطابق الأول. إيراد زمن من قاعة الانتظار، وحنا دابا في اتجاه البوراق، أسرع قطار في إفريقيا. سيداتي سادتي، البوراق يرحب بكم على متن القطار الفائق السرعة رقم 2009 المتوجه إلى الدار البيضاء. المسافرين نتمنى لكم رحلة سعيدة. البوراق هو قطار فائق السرعة، يعد الأول من نوعه إفريقيا وعربيا، وكتوصل السرعة ديالو إلى 375 كيلومتر في الساعة، وهو ثمرة اتفاق بين المغرب وفرنسا عام 2007. ومدة الرحلة ديالنا من طنجة للدار البيضاء كانت في 2 ساعة و10 دقائق. لضمان سفر في أحسن ظروف سيمر بعد قليل قائد الطاقم، لا تترددوا في التواصل معه. Dans quelques instants, le chef de bord viendra à votre rencontre. N'hésitez pas à le solliciter pour le bon déroulement de votre séjour à bord. في البوراق كتواجد واحد العربة خاصة بالوجبات السريعة، كتسمى بالمقصف أو الكافيتيريا باللغة الفرنسية. هادو لي طواليت حاشاكم. عشرة على 10. تجي حتى الوتولات باقي يلا باقي خصم باقي خصم عاد كنخصم غير بشويه كيمشي فوقاش غتمشي تزينها عند الطبيب.
رحلتنا كانت سريعة رغم بعد المسافة ما حسيناش بها بفضل سرعة البراق وجودة الخدمات اللي فيه. هذه أصدقائي كانت الرحلة ديالي على متن البراق المغرب. ما تنسوش أصدقائي الاشتراك في القناة باش تكبر العائلة ديالنا، وأنا كنتسنى الملاحظات ديالكم والآراء ديالكم على القطار فائق السرعة البراق. حفظكم الله وإلى اللقاء في فيديو جديد. شكرا على المتابعة.